انت مفيش فايده فيك يا عماد، مفيش فايده فيك. انا قلت من الاول انا مش عايز اكمل حلقه معاك. وقف وقف. اصل الحكايه مع عماد كودك في برنامج لاصحاب محلات المجوهرات. احنا النهارده في فيصل الهرم، وبالتحديد مجوهرات بافلي جولد. معايا ومعاكم الخواجه كرولوس السعد. اهلا بحضرتك. انا بيه. مجموعة حواش للاستثمار العقاري for real estate development. هذا البرنامج برعاية في اصل الحكايه عايزين نعرف امتى بدات في مجال الذهب. اصل الحكايه هو اساسا فاميلي بيزنس. جدي هو اول اللي ابتدى البيزنس ده عندنا. كان فاتح في شارع شبرا من سنه 58. جدي يلقب بعميد جواكيت شبرا. هو اللي ابتدى بقى مسيره الذهب عموما في العيله كلها. وبعد كده بقى كل شخص في العيله هو ابتدى بقى يفتح البرانش بتاعه في الحته اللي هو بيشوف هي بتتميز فيها ايه. ولكن هو اصلنا من شبرا من سنه 58. ابتدى الخواجه سعد صادق اللي هو والدي يبتدي بقى يفتح في فيصل. بقى لنا 20 سنه في فيصل. فتحنا محل بافلي جولد، وده كان بقى بدايتنا احنا، بدايه مشوار الخواجه سعد لوحده بغض النظر عن مسيره جدي. في اصل الحكايه عايزين نعرف اهم المصانع اللي بتتعامل معاهم، وايه رايك في المنتجات بتاعتهم. شركاء النجاح بيكون كين جولد. كين جولد من الشركات المهمه جدا اللي انا بتعامل معاها، ومن الشركات الكاستمر نفسه بيبقى حابب ان هو يتعامل معاها كتير، لان هو بيجمع ما بين الشغل المصري وما بين الشغل المستورد. بيقدر ان هو يوفق الاوزان، بيقدر ان هو يوفق الديزاينز. في برضو ريماس جولد من الشركات اللي ظهرت مؤخرا بطريقه كويسه جدا في السوق، وابتدى يكون عليها طلب من الزبون. الكاستمر نفسه هو اللي بيطلبها. في فاين جولد برضو من الشركات المهتمه جدا بالاوزان، ومهتمه جدا بالديزاينز المهمه. دي من افضل الشركات اللي انا بتعامل معاها. في اصل الحكايه عايزين نعرف موقف مش قادر تنساه. اصل الحكايه كان في موقف، وموقف يعني هو غريب شويه، بس هو كان موقف مهم عندنا جدا يعني في ارتباطنا بالكاستمر بتاعنا. كان في كلاينت بيكون زبوننا بقاله اكتر من 40 سنه. كان كلم والدي، وكان الشبكه بتاعته في الاجازه السنويه للمحل. يبقى عندنا اجازه سنويه للمحل، وكان الشبكه بتاعته بقى في الوقت ده، وما كناش نقدر ان احنا نقول للكاستمر ده لا، لان هو زبون بقاله فتره كبيره جدا 40 سنه معانا. فقطعنا الاجازه بتاعتنا ونزلنا بعنا الشبكه ورحنا تاني. ايه النصيحه اللي ممكن تقدمها للعملاء في مجال الذهب؟ انصح العملاء بشراء الذهب مش لاجل الذهب، ولكن الذهب هي الحاجه الوحيده اللي بتواكب التضخم. هي الحاجه الوحيده اللي بنقدر ان احنا كلونج تيرم هي هتفضل معانا تكسب. ولو مش هنحقق منها نت بروفيت، يعني مش هيبقى يكون في نت بروفيت ملاحظ، هتقدر ان انت تسيف يور ماني بطريقه امنه. السيفتي ليك هيكون في الذهب، حتى في اللونج تيرم شورت تيرم هيكون امن حاجه ليك. في اصل الحكايه عرفت برنامج اصل الحكايه عن طريق السوشيال ميديا، ولا عن طريق حد قال لك؟ عرفتنا ازاي؟ عايز اعرف منك اصل الحكايه، عرفت البرنامج ازاي؟ انا اصلا متابع استاذ عماد كودك، متابعه من فتره كبيره جدا، بس في مجال تصوير المجوهرات من قبل اصل الحكايه. ولكن عرفت اصل الحكايه طبعا عشان متابعك بقالي فتره كبيره. عرفت اصل الحكايه لما لقيتك مصور مع اكتر من تاجر نعرفهم يعني ومقربين لينا، فحبيت ان انا اكون جزء من اصل الحكايه. في اصل الحكايه سوق الذهب، سمعت ايه عن سوق الذهب الجديد اللي في العبور؟ سمعت عنه. شفت اعلانات ليه من خلالك، وشفت اعلانات فيه ليه في يفط. شفت يعني اعلانات ليه على السوشيال ميديا. ايه رايك في اصل الحكايه في فكره سوق الذهب مش مول الذهب، سوق الذهب في العبور؟ السوق ده في العبور فكره 200 محل، فكره كبيره. لو هتتعامل على البلان
اللي انا سمعت عنها وانا سرشت عنها، هتبقى طبعا فكره محترمه جدا. لو السوق هي انكلود تجار جمله، تجار قطاعي، بنوك، صيدليات، فاحنا بنعمل ماركت كامل متكامل من الكلاينتس، سواء كانوا تجار مننا قطاعي، سواء كانوا تجار جمله. هتكون فكره محترمه جدا لو مشيت على البلان اللي انا سمعت عنه. بيقولوا عنك وانا جاي في السكه كده بسمع ان هو ده اللي مسيطر، ان هو ده الكينج، ان هو اللي بيحدد الاسعار في المنطقه. ايه موضوع مسيطر؟ يعني ايه مسيطر في المنطقه ويعني ايه مسيطر في الاسعار؟ عايزين نعرف اصل الحكايه منك. عماد وقف، انا ممتنع الرد. وقف. مجموعة حواش للاستثمار العقاري for real estate development. هذا البرنامج برعاية. يا خواجه ايه اللي مضايقك بس؟ احنا لازم نكمل الحلقه، مش هينفع نوقفها بالشكل دوت، ده راي الناس. تعالى رد على الناس وقول لهم الحقيقه ايه. دماغ الناس فوق دماغي وكل شيء، بس مش سؤال، يعني مش سؤال يتسأل. وضح للناس الحقيقه، ايه اللي بيحصل؟ ايه الدهب؟ انت بتسعر الدهب؟ لا، تعالوا اشرح للناس التفاصيل وبيحصل ايه بس. نبدا الحلقه؟ ماشي يا عم. نبدا الحلقه. الموضوع يا عماد ملهوش علاقه مين، مفيش حد بيسعر الذهب. احنا كتجار قطاعي بناخد الاسعار من وكاله الجوهريه، ده سعر عالمي، يعني ولا ينفع انا اسعره ولا ينفع تاجر غيري يسعره، مهما كانت ايه مكانته، مهما كان الهيستوري بتاعه، مهما كان هو يعني هيقعد قد ايه في المهنه. هي ملهاش علاقه، العلاقه كلها ده سعر عالمي بيتوزع الصبح، بيتوزع علينا كلنا، وبنشتغل بيه على اكتر من ابديت في اليوم. بيجي لنا من وكاله الجوهريه، وبنقدر ان احنا نقطع بالسعر او نشتري بالسعر، فسعر عالمي ما ينفعش حد اصلا يتحكم فيه. سؤال يزعل. بيقولوا عنك ان انت حاسس انك احسن من اللي حواليك، وده ممكن يكون سبب ان جدك كان عميد جوهرجيه شبرا. ايه الاصل الحكايه في الموضوع ده؟ انت مفيش فايده فيك يا عماد، مفيش فايده فيك. انا قلت من الاول ان انا مش عايز اكمل حلقه معاك. وقف. انا رجعت عشان اجاوبك السؤال ده، عشان ما تقولش ان انا بتهرب من الحلقه. اوكي، بس احنا بعد السؤال ده هننهي، يعني هيكون ده الفاينل. اوكي، انا مفيش حد بيتشهر علشان كان انا طبعا بفتخر جدا ان جدي عميد جوهرجيه شبرا، ولكن كلاينت مش هيجي لي عشان جدي. مفيش زبون هيفكر في الهيستوري بتاعي، الزبون بيفكر مصلحته فين، وبيفكر هياخد كواليتي مبنيه على سعر كويس. فعمر ما الزبون هيفكر انا مين، ممكن يفكر اسمنا، يعني اسمنا مهم، اوكي، وهو ده اللي بيخلي الزبون يفكر ان هو يجي لنا اصلا، لكن مش علشان جدي ولا عشان والدي ولا عشان انا حتى شخصيا. الفكره كلها ان هو تاجر الذهب امانه. احنا جدي علمنا كده ان يكون تاجر الذهب امانه، فهو بيجي لنا علشان فكره ان هو بياخد قيمه مقابل سعر، والقيمه تكون قيمه مظبوطه للزبون. في نهايه اللقاء سعدنا جدا باللقاء مع الخواجه كرولوس، وفي نهايه الحلقه الضيف هو اللي بيختم. انتظرونا يوم الخميس الساعه 9 في اصل الحكايه مع عماد كودك وكرولوس سعد. مجموعة حواش للاستثمار العقاري for real estate development. هذا البرنامج برعاية. أصل الحكاية مع عماد كوداك وأصحاب محلات ومصانع الذهب. تعالوا نشوف أصل الحكاية.